القضيه ما كتعلقش بالقفطان او الزليت، ما كتعلقش بالكسكس واش مغربي او لا جزائري. القضيه كتخص جوج ديال المغاربه ذنبهم انهم بالغلط فاتوا الحدود المغربيه ودخلوا للمياه الجزائريه. 29 في شهر 8 2023 عائله فرونكو مغربيه كاي عام ملي كيجي الوقت ديال العطله كيقصدوا بلادهم ووالديهم باش يدوزوا معاهم وقيته زوين. عبد العالي وبلال خوتنا كانوا فرحانين بالعطله ديالهم، تجمعوا كراو جيت سكي مع اصحابهم عند واحد في السعيديه بالضبط في مارينا، وكانوا قراب بزاف للبحر ديال بالوما اللي كاين في الجزائر، يعني كانوا ما بين الحدود الجزائريه والمغربيه. من ورا العاصر بالضبط ديماراو لي جيت سكي ديالو فرحانين كيلعبوا وسط الماء حيت كيدوزوا العطله ديالهم. كانوا غرقوا بزاف وفي واحد اللحظه بدا كيطيح الظلام، سبحان اللي ما يسها تلفوا على الاتجاه ديال السعيديه حيت البحر ما فيهش البلاي وما فيش حتى البيبان اللي كتبين فين غتدخل وفين غتخرج، وفي وسط الظلام كان كيحسب لهم باللي غاديين في الاتجاه ديال السعيديه، كانوا قاصدين المياه ديال الجزائر. المشكل ان جوج ديال لي جيت سكي كان قريب يسالي ليهم ليسونس من بعد ما بقاو تايهين وسط البحر. وقفات عليهم زوديا كانت ديال الخفر السواحل الجزائري. نسى لي الهويه ديالك انك انت مغربي او لا جزائري، وشوف لي هاد الفعيل اللي داروا لامارين ديال الجزائر واش منافيه للقانون العالمي ديال السواحل. لامارين ما سولات حتى شي واحد فيهم، ضربوا صاحبهم كان راكب في الجيت سكي، عرفوه مقصحوا وهزوه معاهم في الزوديا. عبد العالي وصاحبه بلال كانوا راكبين في الجيت سكي واحد، ملي شافوهم هايجين خافوا على راسهم وبغاو يهربوا قبل ما يطرى لهم شي حاجه، عطاوهم بالدار وكسيراو في الاتجاه المعاكس. لامارين ديال الجزائر تيراو فيهم بلا ما يعرفوا اشنو المشكل ديالهم وبلا ما يحنوا فيهم. 5 ديال القرطاسات جاو في واحد اللي كان راكب اللور واللي كان سايق تضرب في الجنب ديالو. خو بلال هو الناجي الوحيد من هاد المصيبه، كان بعيد منهم بواحد المسافه، عيط على خوه وشير ليه بايديه في الاتجاه المعاكس وعلمو باش يهرب حيت القضيه كانت حامضه. حاول يهرب ولكن بقى سويع وسط الماء من بعد ما بعد منه حيت سالا ليه ليسونس، فكر انه يعوم ويجر معاه الجيت سكي ايوا وما قدرش حيت كان ثقيل بزاف. يمكن السيد اللي كان كاري ليهم لي جيت سكي شافهم تعطلوا بزاف وعلم لامارين ديال المغرب، مشاو كيقلبوا عليهم باش يشوفوا اشنو طاري ليهم. تلاقاو مع خو بلال بوحدو وسط الماء، عاود ليهم اشنو طرا لخوتهم. لامارين طلبات منه باش يبقى في بلاصتو، مشات باش تشوف خوتو، لقاو غير الموتور بوحدو ديال بلال وعبد العالي، اما هو ما عرفوش فين مشاو، واش هزوه من لامارين ديال الجزائر او لا بقاو ضايعين وسط الماء. ولكن ملي تواصلوا مع كوميسير ديال الجزائر اللي كيهمو هذا الامر قال لي باللي هاد جوج الناس عندهم في السبيطار. السيد طلع كذاب حيت ربي فضحو من بعد. الغد ليه واحد الصياد لقى الجثه ديال بلال فوق من الماء ديال السعيديه، اما عبد العالي راه جاتهم الخبار باللي لاحم الماء في الشاطئ ديال بالوما البحر اللي كاين في الجزائر. عبد العالي مازال لحد الساعه ما عطاوش الجثه ديالو لعائلته غير باش يدفنوه ويبرد خاطرهم شويه. بلال ولله الحمد لاحوا البحر في السعيديه ودفنوا عائلته هذه يومين. جوجهم عندهم وليدات، واحد عنده وليد في عمره 5 سنين والثاني عنده جوج وليدات، واحد في عمره 14 شهر والثاني في عمره شهرين. اي خفر السواحل في العالم كامل الا شافوا وحدين وسط الماء ماشي من العسكر وما هازينش معاهم السلاح وما عندهمش حتى شي ضروب، يعني ماشي من المهربين، ماشي من حقهم يستعملوا معاهم القرطاس. ونزيدكم اي واحد عطاكم بالدار ما خاصهمش يضربوه وهو ما كيشوفش فيهم حيت غادي يتسمى هذا الشيء غدر. المفروض كان عليهم يسولوهم واش خاصكم شي مساعده، الحاجه اللي ما داروهاش البوليس ديال الجزائر. الفردي ديالهم كان هو اللي دوا في بلاصتو. بغض النظر على انك مغربي او لا جزائري، قول غير كلمه ديال الحق تجاه هاد الناس هادو اللي ماتوا. واش في نظركم هذا الشيء اللي داروا لامارين ديال الجزائر واش مقبول او لا؟ خلي لنا الراي ديالك في التعاليق، دير لايك وبارطاجي مع صحابك، دير متابعه للصفحه، ومرحبا بك في العائله ديالنا. كان معكم محسن، هذا مكان تهلاو.